ازيكم يا شباب اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنحل على lesson 3 في المنهج بتاعنا وفي chapter 1 already. طيب طبعا دي مادة الانتجريتد ساينس برضه عشان اعرفكم يعني. طيب تعالى نتكلم كده على أول سؤال وبيقول all the following are from the carbon compound، حاجات فيها كربون in the living body except. طبعا ده الجلوكوز وده بيكون في جسم الإنسان، DNA برضو بيكون في جسم الإنسان، والRNA ساعات بيكون في جسم الإنسان، لكن الكالسيوم كربونات ده بيكون في الرقص في الطوب، مش بيكون في جسم الإنسان، يبقى هي دي الحاجة اللي مش موجودة. Number 2 بيقول which of the following is released on consumption أو combustion of the coal. لما هحرق الفحم بيطلع منه إيه؟ طبعا كلنا عارفين إن الفحم والغاز الطبيعي والبترول بيطلع منهم الكربون دايوكسيد، والفحم كمان كان بيطلع معاك السلفر، وده اللي كان بيخليه very polluted. طيب Number 3 in which stage in the carbon cycle in nature the organic carbon is transferred from the living organism to another. يعني في أي مرحلة بلاقي إن الكربون أو الأورجانيك كربون اللي هو الجلوكوز اللي هو السكر بتاع حضرتك اللي هو C6H12O6 بيتنقل من كائن للتاني. طبعا لما انت بتتغذى على الحيوان، يعني انا دلوقتي لقيت ان كان في زرعه اكلها مين؟ اكلها الخروف. اوكي، الشيب. مين هياكل الخروف؟ مرمورة. يبقى انت اخدت ايه من الخروف؟ مرمورة اخدت من الخروف الجلوكوز، والخروف كان هو واخد اوريدي الجلوكوز من البلانت. يبقى امتى الجلوكوز يتنقل من كائن للتاني؟ لما انت تبدأ تتغذى على الحيوانات اللي هي متغذية على النباتات، يعني الإجابة هتكون سي. طيب نكمل. Number 4 بتقول the following equation represent. طبعا باينة قوي ان دي عملية الفوتوسينثيز. عرفتي منين يا ست الناس؟ عرفت من كلمة كلوروفيل اللي هي الصبغة الخضراء، فدي عملية الفوتوسينثيز اللي البلانت فيها بياخد الكربون دايوكسيد وبياخد الووتر وبيبدأ يصنع الجلوكوز والأكسجين. فهو بيقول لك اكس دوت هي ايه اصلا الفيتال بروسيس ديت؟ هتقول هي الفوتوسينثيز، والاكس دوت المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه الكربون دايوكسيد، يعني الإجابة هتكون بي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the following، برضو جايب الايكويشن بتاعت الفوتوسينثيز، يعني من الاخر كده عايز يلفت انتباهك ان الايكويشن دي مهمه جدا جدا جدا. طيب عايز ايه يا عم الناس؟ تعال نجيب السؤال كله علشان فيه كذا بوينت. بيقول لي the following equation represent a biological process، أو ما أنا عارف إن دي الفوتوسينثيز، فبيقول لك هي إيه البروسيس ديت؟ هي الفوتوسينثيز. and which of the following is from the impact تأثيره of this process on the atmosphere. عملية الفوتوسينثيز ديت لما بتحصل تأثيرها إيه على الأتموسفير؟ إن هي بتاخد منه سوري دي مش الفوتوسينثيز، مرمورة غلط. ليه بقى؟ دي مش الفوتوسينثيز. هو إيه دي؟ دي الجلوكوز. بيتحرق بالايه؟ بالاكسجين، ويديك ايه؟ طاقه. فين؟ اهي بتتشال جوه الاي تي بي، وبيطلع معاك ويستس اللي هو كربون دايوكسيد والووتر. دي عمليه ايه دي يا دكتور؟ عمليه السيلر ريسبيريشن، ان انا احرق الجلوكوز بالاكسجين واطلع انرجي. سوري. طيب which of the following is from the impact of this process on the atmosphere. طبعا العملية دي وهي بتطلع بتزود الايه؟ بتزود الكربون دايوكسيد، يبقى increase the level of الكربون دايوكسيد في الاتموسفير. Number 6 the complete cycle of the carbon element in nature is. الكربون سايكل او حركه الكربون سايكل دي بالنسبه لك ايه؟ بايو جيو كيميكال، لان بتدخل في الكائنات الحيه. الكربون بيتنقل ما بين الكائنات الحيه وما بين الارض والسويل وما بين الجلوكوز او شكله ككيمستري او كيميكال ستراكشر. يبقى الاجابه دي السؤال ده نمبر 6 ده حلو. طيب Number 7 which of the following isn't from the biological process that precipitates in increasing the level carbon dioxide in the atmosphere. مين في دول مش بيساعد على زيادة الكربون دايوكسيد؟ حضرتك عارف انك لما هتحرق الفحم الكربون دايوكسيد هيزيد، يبقى ده بيساعد. حضرتك عارف ان لما البلانت هيعمل ريسبيريشن، يعني ايه يعمل ريسبيريشن؟ يعني يسحب الاكسجين من الجو، او بيحرق الاكل بالجلوكوز بالاكسجين، يعمل عملية الريسبيريشن ويطلع علشان يطلع الانرجي. طب ما دي هتزود الكربون دايوكسيد في الجو.
طب لا، يبقى دي برضو لا. طيب organic matter decomposition، لما انا هاخد اي مادة عضوية وابدأ احلل فيها، هل دي حاجة بتزود الكربون دايوكسيد ولا بتقللها؟ هو عايز حاجة بتقلل الكربون دايوكسيد أو مش بتساعد على زيادة الكربون دايوكسيد. هل إن أنا أحلل المواد العضوية ده بيزود الكربون دايوكسيد؟ طبعا. لو أنا أخدت الجلوكوز دوت وفتفته هيطلع، أو أنا حرقته مثلا بالأكسجين هيطلع الكربون دايوكسيد. طب إن أنا أعمل decomposers، طيب ان انا اعمل decomposition للاورجانيك ده برضو بيزود الكربون دايوكسيد. طيب ان انا اعمل decomposers او decomposers respiration، ان الكائنات تعمل respiration، ده برضو هيزود الكربون دايوكسيد. ايه ده؟ طب ما هما كلهم بيزودوا الكربون دايوكسيد، مشكله في ايه؟ مشكله ان هو بيقول لك مين في دول مش عمليه حيويه. شوف انت دماغك راحت ان مين في دول هيقلل الكربون دايوكسيد، ما هو بيقول لك هنا مين في دول مش هيزود الكربون دايوكسيد، يعني مين في دول هيقلل الكربون دايوكسيد. لكن مش هي دي كانت النقطة بتاعت السؤال. النقطة بتاعت السؤال إنه عايزك تعرف مين في دول مش عملية بيولوجيكال، مين في دول مش بتتم جوه جسم كائن حي. البلانت ريسبيريشن كائن حي، الاورجانيك ماتر ديكومبوزيشن وتحليل الكائنات الميتة ده اللي بيشتغل عليها الفنجاي والبكتيريا. ان الديكومبوزرز الفنجاي والبكتيريا يتنفسوا دي جوه كائن حي. لكن ان انت تحرق الوقود في المصنع، هل دي بيولوجيكال بروسيس؟ لا. يبقى هي دي الاجابه. سؤال ذكي قوي، عشان كده هو عامل عليه الفيونك الورده الزرقاء دي. الورده الزرقاء دي معناها بتتغفل. which of the following organism participate يعني بيشترك in decreasing the carbon element level in the atmosphere. مين في دول participate يعني بيشارك في ان الكربون نسبته تقل من الهواء. عملية الكربون تقل من الهواء يبقى معناها ان احنا نعمل فوتوسينثيز. طب مين في دول بيعمل فوتوسينثيز؟ ما هو الكربون هيقل من الهواء لما انا هسحبه للفوتوسينثيز. مين في دول هيعمل فوتوسينثيز؟ البروديوسر. يبقى الإجابة هتكون ايه؟ طيب which of the following compound doesn't contain carbon in its structure؟ مين في دول مش عنده كربون؟ ال DNA، الكوكينج اويل، ال RNA، التيبل سولت. هما دول كلهم عندهم كربون، بس في كربون ماسكة في ايه؟ في هيدروجين. ايه رأيكم؟ DNA مين في دول؟ اورجانيك، يعني عنده كربون، وخصوصا الاورجانيك بقى يبقى كربون ماسكه في هيدروجين. الدي ان ايه، الزيت والسمنه اللي هي الفاتس الدهون، والار ان ايه. لكن التيبل سولت اللي هو ملح الطعام ده معمول من NaCl، ده اللي مش عنده كربون، وكنا بنقول عليه inorganic. طيب all the following are from the organic compound except، يعني مين في دول مين في كل دول اورجانيك ما عدا حاجه اللي هي مين؟ الووتر، لان هي H2O. يعني ايه اورجانيك؟ يعني فيها كربون ماسكه في هيدروجين. ايه اللي بعده؟ which of the following process is considered a direct source for the carbon that exists in the plant tissue؟ يعني مين في دول يعتبر مصدر مباشر للكربون اللي موجود في النباتات؟ مين في دول هو اللي بيعمل عمليه تكوين الجلوكوز؟ الفوتوسينثيز اللي هي C6H12O6، وهي دي اللي بتخلي فيه كربون موجود في النباتات. طيب نمبر 12 قال لي the following table represent a mass of الكربون دايوكسيد in ton، يعني ده وزن الكربون دايوكسيد بالطن that is exchanged by the species of the living organism، وبيتبادل أو بينتقل ما بين الأنواع بتاعت الكائنات الحية with the atmosphere with a specific period of time. فمثلا الكائن الحي الأولاني عنده 30 كربون دايوكسيد بيخرجوا و64 بيتسحبوا. اوعى، يعني الراجل ده بياخد كربون دايوكسيد أكتر ما بيطلع، يبقى الراجل ده بلانت، لأن البلانت هو الوحيد اللي بيسحب الكربون دايوكسيد، لكن كلنا بنطلع كربون دايوكسيد. فبص الباقيين ما بياخدوش اصلا كربون دايوكسيد، الانسان او الحيوان ما بياخدش كربون دايوكسيد، بالعكس احنا بنطلع كربون دايوكسيد. يبقى هنا بيقول لك مين في دول جرين بلانت؟ باينه قوي اللي هو مين؟ اول واحد، لان هو ده اللي سحب كربون دايوكسيد بنسبه كبيره.
اللي بعده A part of carbon returned to the atmosphere from living and dead organisms through ازاي الكربون هيرجع تاني للسويل لما اي كائن واكل كربون جلوكوز فيه كربون يبدأ يتحلل ويرجع الكربون تاني للتربة يبقى بعملية الديكومبوزيشن. طب هل ممكن اطلع كربون دايوكسيد برضو من كائن حي؟ ايوه، لما الكائن حي بيتنفس بيطلع كربون دايوكسيد، يبقى الإجابة ايه؟ ايه السؤال اللي بعده nitrogen is the main constituent for the molecule of النيتروجين احنا متفقين سوري نيتروجين جزء اساسي ومهم للبروتينز، حتى هزرت معاكم وقلت لكم ايه الواد بيروح الجيم ياخد الامينو ويعمل عضلات، البروتينز دي اللي هي الامينو اسيدز. اوكي which of the following elements are found mainly in protein مين في دول موجود بنسبة كبيرة في البروتين؟ هو الكربون والنيتروجين. ايه اللي بعده Number 16 nitrogen fixation in the soil is a conversion of فكرة النيتروجين فيكسيشن ايه اللي بيحصل؟ ان انا باخد النيتروجين من الهواء واخليه على شكل امونيا. مين اللي كان بيعمل كده؟ النيتروجين فيكسينج بكتيريا. يبقى انهي اختيار؟ الاولاني. Which of the following represent a part of nitrogen pathway through a food chain؟ مين في دول طريق للنيتروجين؟ تعالى نبدأ كده من النيتروجين فيكسينج بكتيريا اللي بتاخد النيتروجين وتخليه على شكل أمونيا. بعد كده عندي البروديوسر اللي بيسحبوا الأمونيا. بعد كده الأمونيا ديت لما البروديوسر اللي هم النباتات اللي بيسحبوا الأمونيا أي كائن حي بيتغذى على البلانتس زي الهيربي فيروس بيدخل في جسمه النيتروجين، هو ده المسار الصح. السؤال اللي بعده the source of النيترايت compound النيترايت دوت اللي هو NO2 in the soil. ايه هو مصدر ال NO2؟ هو الاكسس امونيا، لان انت لو فاكر كنا بنقول ان انا بيبقى عندي النيتروجين بيتحول لامونيا، والامونيا دي لما بتبقى كتير بتبدا تتحول لنيترايت او نيتريت، وبعد كده النيترايت والنيتريت بيبداوا يبقوا نيتروجين تاني او نيتريك اوكسيد. اوكي لو انت مش فاكر الكلام ده تقدر ترجع للشرح بتاع الليسون دوت، هتلاقيني شرحهولك كله في ربع ساعة على اليوتيوب او الشرح الاساسي بتاعه موجود على المنصة بتاعتنا. طيب The atmospheric nitrogen reaches the producer through النيتروجين اللي موجود في الهواء بيوصل للبلانتس ازاي؟ عن طريق النيتروجين فيكسينج بكتيريا اللي بتاخد النيتروجين وتحوله لأمونيا. Which of the following can be absorbed by the plant of the protein synthesis؟ يعني لما باجي أعمل بروتين مين اللي هيحصل له absorption؟ الأمونيا والنيتريت، ده اللي جبنا سيرته. طيب which of the following element bind with the nitrogen in the soil by help of the nitrogen fixing bacteria؟ طبعا احنا لسه قايلين البروتين بيكون في مين ومين يا ولاد؟ كربون. لا استنوا بقى الحته دي حلوه، بيقول لي مين بيبقى ماسك مع النيتروجين في السويل؟ انا لسه قايله لك اهو النيتروجين بيتحول لايه؟ امونيا. الامونيا دي نيتروجين معاها ايه؟ هيدروجين اهي. طيب the process of returning ان انت ترجع النيتروجين تاني للهواء، يعني من الاخر كده اللي هي ان ال NO2 ترجع تاني تبقى نيتروجين، مين اللي بيعملها؟ الدي نيتريفيكيشن او بنقول عليهم الدي نيتريفاينج بكتيريا، ان انت ترجع النيترايت او النيتريت كنيتروجين تاني في الهواء، دي بنقول عليها دي نيتريفيكيشن. ايه اللي بعده؟ Nitrogen fixation process take place by some type of bacteria in the nitrogen fixation process بتحصل فين؟ هو انت بتاخد ايه من الهواء تثبته في السويل؟ باخد النيتروجين من الهواء اثبته في السويل، يبقى العملية دي بتحصل فين؟ على شكل NH3، يبقى العملية دي بتحصل بالسويل، حتى النيتروجين فيكسينج بكتيريا دي موجودة في السويل. طيب Which of the following represents the correct arrangement of the steps؟ طبعا دي محتاجة بس ان انت تكون مذاكر النيتروجين سايكل كويس، فهنختار على طول نمبر B. النيتريت هيبقى نيتروجين، والنيتروجين بالنيتروجين فيكسينج بكتيريا هيرجع امونيا او هيبقى امونيا.
طيب number 25 which of the following lead to increase the amount of ammonia. اوعى، مين اللي بيعمل كده ويحوله الامونيا؟ النيتروجين فيكسنج بكتيريا. يبقى مين اللي لما هيزيد هيبقى فيه امونيا كتير؟ النيتروجين فيكسنج بكتيريا. يعني أنهي إجابة؟ نمبر دي. اللي بعده the reaction of ammonia with the oxygen by help of the bacteria to form a nitrite. هو أنا باخد الأمونيا وأحولها لنيترايت اللي هو NO2 عن طريق مين؟ النيتريفاينج بكتيريا، كنا بنقول عليها nitrification. طيب بيقول لي number 27 algae participate in the nitrogen cycle. إن في طحالب برضو بتشترك في فكرة النيتروجين cycle إمتى؟ هو أنا دلوقتي الطحالب دي تعتبر كإيه؟ كنباتات، فدي بيتثبت عندها النيتروجين، يعني في فكرة النيتروجين fixation. طيب which of the following represent the two opposite process in the nature؟ مين في دول عكس بعض؟ أكيد النيتروفيكيشن أو النيتروجين فيكسنج، النيتروجين فيكسيشن والدينيتروفيكيشن. ليه؟ علشان النيتروجين فيكسيشن إن أنت تاخد النيتروجين وتحوله لأمونيا، والدينيتروفيكيشن اللي هي عكسها دي إن أنت تاخد النيترايت وترجعها نيتروجين. يعني دي بتقلل النيتروجين في الهواء ودي بتزود النيتروجين في الهواء، يبقى هي الإجابة B. إيه اللي بعده؟ 29 The opposite figure show the root of leguminous plants. leguminous plant ده يا ولاد يعني نبات من البقوليات يعني. Which of the following chemical reaction may be formed by the bacteria that exist in the structure Q؟ دي اللي هي البكتيريا العقدية، البكتيريا العقدية اللي هي النيتروجين fixing بكتيريا، اللي هي أنهي واحدة؟ اللي هي B. طيب number 30 protein are formed from combination of. البروتينز بيجي نتيجة الcombination of الايه؟ amino acid. amino acids كتير بتمسك في بعض وتعمل بروتين. طيب النيتريت compound are converted للنيتروجين بعملية الدينيتريفيكيشن، دي اللي بترجع الكومباوند للنيتروجين. ايه اللي بعده؟ The formation of protein in the living organism depend on some nutrients. طيب هو بيقول لي بقى which of the following choices is correct علشان يساعد في تكوين البروتين. هو البروتين فيه كربون وفيه ايه؟ وفيه نيتروجين، يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج الاثنين، يبقى الاثنين. البروتين فيه كربون وفيه نيتروجين. 33 The opposite diagram shows some steps of the nitrogen cycle. اوكي انا دلوقتي عندي nitrogenous compound في البلانت، اتحولت لنيتروجينيوس كومباوند في الانيمال، اتحولت لامونيا، والامونيا اتحولت لنيتريت. طيب اولا الامونيا هتتحول لنيتريت ب هو عايز ايه؟ depend on the presence of bacteria. ماشي. اولا اللي هياخد النيتروجين في الانيمال ويزوده كامونيا في السويل ده كده اللي هم السابروفيتك، او بنقول عليهم الديكومبوزرز، اللي هم هياخدوا الكائن الحي لما يموت ويحللوه فيبقى فيه امونيا في السويل كتير. والامونيا لما زي مين الديكومبوزرز دول بس الاول، اللي هم البكتيريا والفنجوي. والامونيا هيحصل لها عمليه النيتريفيكيشن بالبكتيريا اللي هي نيتروفاينج بكتيريا وهتتحول للنيتريت، والنيتريت بيرجع نيتروجين في الجو بالبكتيريا. طب النيتريت لو البلاند استخدمه ده عادي بالنيتروجين فيكسنج بكتيريا برضه عادي. طيب نيتروجين فيكسنج بكتيريا. طيب انت عايز ايه بقى؟ بيقول لك مين في دول بكتيريا. طب ان مثلا النيتروجين اللي في النبات يروح للحيوان، لا دي عادي عن طريق ان في حيوان اللي هو نمبر بي دوت اللي هو هيربي فيروس، حيوان بياكل الاعشاب فتنقل له النيتروجين. طيب
فهو بيقول لك مين في دول فيهم بكتيريا؟ ده وده. ليه؟ الكيو والار، وعلى فكرة والاس كمان، بس الكيو والار، الكيو الكائنات او البكتيريا اللي حللت الحيوان وزودت الامونيا في السويل، ادي الكيو. والار اللي ثبتت او عملت عمليه النيتريفيكيشن، ان هي حولت الامونيا للنيتريت او النيترايت، يعني الار. اوكي. ايه اللي بعده؟ The opposite diagram shows some steps of the nitrogen. ماشي يا عم نشوف. ادي النيتروجين في الهواء اتحول لامونيا، مين البي ديت؟ ها، اللي هي نيتروجين فيكسينج بكتيريا. طب عشان بس ما نحلهاش كلها على الفاضي، نسأل بس نشوف السؤال عايز ايه. which of the following take place by decomposing bacteria؟ بكتيريا محللة. دي اسمها نيتروجين فيكسينج بكتيريا، هي مش محللة، هي نيتروجين فيكسينج بكتيريا، هي بكتيريا ولكن مش بتحلل. طيب مين اللي حللت؟ تعال نشوف كده. لو انا مثلا عندي حيوان والحيوان دوت الامونيا اللي فيه رجعت للسويل، يبقى هنا كان في حد حلله، صح؟ يبقى هي دي المحللة، بس هي مش مكتوب لها رقم. طب تعالى نشوف كده الايه، ان النبات يتحلل ويبقى امونيا في السويل، هل دي محللة؟ يبقى الايه. طب هل ان النيتروجين يبقى في البلانت؟ لا، دي بالنيتروجين فيكسينج بكتيريا، دي مش محللة. طيب ان الامونيا تبقى نيتريت، لا دي بالنيتريفاينج بكتيريا، يبقى مين المحللة هنا؟ ايه بس. Number 35 the carnivorous organism obtain nitrogenous compound from. يعني ايه carnivorous؟ اكلي اللحوم. طيب بيقول لي الكائنات اللي بتاكل لحمه ازاي ممكن يدخل لها نيتروجين؟ والله النيتروجين بيبقى في البلانت، والبلانت بياكلها الهيربي اللي هم اكلي الاعشاب. لو انا بقى عندي كارنيفيرس اكل الهيربي، يبقى هيوصل للبلانت اللي فيه نيتروجين بس بطريقه indirect، يبقى عن طريق الهيربي فيرس. ده بالسؤال اللي بعده. Which of the following human activities consume a large amount of nitrogen؟ مين في العمليات ديت ممكن تزود أو تستهلك كمية نيتروجين عالية؟ نمبر بي، إن أنت تستخدم أو إن أنت تعمل fertilizers، لأن أنت عارف طبعا إن النيتروجين بيستخدم as fertilizers، سماد للبلانتس. فاحنا لو أخدنا نيتروجين كتير وعملنا بيه سماد كتير يبقى أنت كده استهلكت النيتروجين. طيب which of the following is responsible for transferring الانرجي؟ أول ما تشوف energy وبيت الانرجي لازم تقول ATP، الأدينيسين تراي فوسفات. طيب 39 بيقول لي the following statement express some unarranged steps for the phosphorus cycle. يعني أنا عندي أهم 3 خطوات بس هو عايزك ترتبهم. في الأول بيقول لك إن البلانت بياخد الفوسفات، بعد كده بيقول لك إن الصخور بتتصدع وتتفتفت بالفاكتوري، وأنا شايفة إن دي أول واحدة، وآخر واحدة feeding some animals، إن الأنيمالز بتاكل البلانتس. أنا شايفة الصراحة إن الفوسفات بيبقى في الصخور بتحصل لها fragmentation، بتتفتفت، فبعد كده البلانت بيبقى فيه بيسحب الفوسفات، وعندي حيوانات بتاكل البلانتس بيوصل لها الفوسفات. يعني من الآخر كده هنقول 2 1 3. Which of the following element enters the structure of RNA and DNA؟ الكربون والفوسفورس. الكربون والفوسفورس هو اللي بيدخل في تركيب ال RNA وال DNA، والكربون والنيتروجين في الأمينو أسيد أو البروتين. طيب نكمل. Phosphorus enter in the all following except. الفوسفورس بيدخل في كل ده، في السماد أيوة، في الأسنان والعظم أيوة، في النيوكليك أسيد اللي هو ال RNA وال DNA أيوة، في الجلوكوز. استنوا كده، الجلوكوز لا، الجلوكوز لا، عشان الجلوكوز ده C6H12O6. Which of the following nutrient doesn't exist in the gaseous؟ مين في دول مش بيكون موجود كجاز موجود في الهواء؟ الفوسفورس. نيتروجين بيبقى موجود، الكربون بيبقى موجود، والهيدروجين بيبقى موجود برضو، بس أنا قصدي في اللي اتكلمنا عليه. طيب 42 هانت from the opposite diagram that represent some steps of the phosphorus cycle which of the following represent the two
steps A and D. A إن البلانت بياكلوا herbivorous، عادي واحد بياكل feeding. طيب ونمبر دي اللي هي إن السويل يدخل لها الفوسفورس من الجرين بلانت من النباتات. طب ايه هي العملية ديت؟ عملية اسمها absorption، ان البلانت بيسحب من السويل الفوسفورس. يبقى اخر واحدة 43. Which of the following represent a major process in the phosphorus cycle in the nature؟ مين في دول بيعتبر جزء كبير من وجود الفوسفورس؟ photosynthesis، respiration، nitrification، aerobic decomposition. ايه رأيك يا ولاد؟ أنا الصراحة رأيي aerobic decomposition، التحلل بتاع الكائنات هو ده اللي هيطلع الفوسفورس اللي انت كنت واكله. طيب برضه سؤال حلو يعني في وجهة نظري، والسؤال ده برضه حلو عشان عليه الوردة الخضراء، الوردة الزرقاء، عندي عمى ألوان ولا ايه؟ طيب which of the following act on increasing the concentration of phosphorus in the soil؟ لما الفوسفورس هيزيد ده معناها ايه؟ احنا اتفقنا ان الفوسفورس ده بيكون موجود في الصخور، بيكون موجود في الفولكانيك اش اللي هي الرماد بتاع البراكين والكلام ده كله. فبيقول لك ان الريسبيريشن هو اللي هيزوده، لا. الفوتوسينثيز لا، لكن الفولكانيك eruptions اللي هي الانفجارات البركانيه يعني هو ده اللي هتزود الفوسفورس. يس. Which of the following is considered a source of phosphorus element in the ocean؟ طبعا الفوسفورس بيبقى موجود برضو في الصخور اللي موجودة تحت المية، أو الكائنات الصخرية الصخور اللي موجودة في على شكل فوسفات، أو أي حاجة موجودة في شكل فوسفات وبتبدأ كمان صخور فوسفاتية يعني موجودة مثلا في الأعماق بتاعة البحر، وتبدأ برضو يحصل لها fragmentation أو تتحلل في المية بالchemical weathering، دي برضو بتزود الفوسفورس اللي موجود. هي بتبقى صخرة فيها فوسفورس وبتبدأ تدوب في المية مع الوقت، فده بيزود الفوسفورس. يبقى الإجابة نمبر دي. طيب ندخل على اللي بعده. soil dryness has a positive effect. كنا قايلين ان الجفاف هيزود A وينقص A. كنا بنقول ان الجفاف هل هيزود inorganic phosphorus ولا الorganic phosphorus؟ السؤال ده حلو بقى الصراحة في وجهة نظري يعني. ليه؟ لان انا دلوقتي السويل دراينس او الجفاف بتاع التربه ده بيخلي الصخور اللي فيها فوسفورس يحصل لها فريجمنتيشن، تتفتفت. فمين اللي بيبقى جوه مدفون في الصخور او جزء من الصخور؟ الان اورجانيك فوسفورس، يعني بيكون على شكل ايون. الاورجانيك فوسفورس دوت بيكون في النباتات، لكن الصخور لما هتتفتفت في التربه ده بيكون فيه ان اورجانيك فوسفورس يعني فوسفات ايون. inorganic phosphorus هي equal phosphate ion. طيب number 47. soil dryness has a negative effect on the concentration of جفاف التربة ليه تأثير عكسي على مين؟ على الفوسفورس؟ لا، على الاثنين التانيين اللي هما الكربون والنيتروجين. يبقى الإجابة A و B. The deficiency قلة nutrients in the ecosystem lead to. طبعا قلة nutrients في الايكو سيستم هتخلي البلانت يكبر ببطء. طيب نكمل. nutrient cycle in the natural play role. طبعا بقى ان احنا عمالين نشوف الكربون والنيتروجين والفوسفورس والسايكلز بتاعتهم، كل دوت بيعمل ايه؟ بيمنتين الايكو سيستم sustainability، الاستقرار بتاع الايكو سيستم. في نص ساعة الحمد لله حلينا 50 سؤال، حلينا كل الأسئلة على lesson 3. انتظروا بقية الليسونز وافتكروا دايما مع البايو ديفا الانتجريتد ساينس سهلة وخفيفة. باي باي.